دي كارتة زي اللي عندنا بالظبط وبتقف فيها طابور طويل عريض. اول ما بتشتري العربيه من المعرض او الوكاله بيدي لك العربيه بالنمر، مفيش حاجه اسمها يدي لك عربيتك من غير نمر خالص. وانت بتاخد العربيه وبتطلع اي بنزينه او اي مكان تقدر تسجل فيه بياناتك وتقدر تاخد البادج بتاع سالك. وتعالى كده اوريهولك اهو. البادج ده انت بتاخده لا اما بتحطه على الازاز هنا، لا اما بتحطه على الازاز في النص او على فتحه السقف لو عربيتك فيها فتحه سقف، علشان لما تيجي تعدي من البوابه الالكترونيه هم يقدروا يحددوا هل العربيه دي عدت ولا لا. والبادج ده بمثابه QR كود او شريحه بالظبط. وكمان في كاميرات اول ما انت بتعدي من قدامها بتلقط نمره عربيتك من ورا علشان تتاكد كاثبات يعني ان انت عديت من تحت البوابه، فبتقدر تسحب منك الفلوس. نيجي بقى للكلام المهم، بتدفع ازاي الكارته؟ في شريحه هنا محطوطه في البادج اللي موجود ده اللي هو مكتوب عليه سالك، ده بيبقى زي رقم موبايل وبتحط فيها كريدت. وطبعا هلاقي واحد يستنصح ويقول لي ايه، طب ما انا ممكن اعدي وممكن ما يبقاش فيها كريدت. لا، بينزل عليك غرامه لو انت ما حطيتش فيها رصيد. او في ناس تانية المقيمين من هنا، يعني اغلب الناس اللي انا قابلتهم بيدفعوا بالموبايل. في ناس تانية بيبقى منزلين ابلكيشن اسمه RTA، ده بتحط عليه بيانات عربيتك وكل ما بتقف في اي حته بتقول انا وقفت في الحته كذا وبيخصم اوتوماتيك من الرصيد اللي معاك. سالك بيوفر لك وقت ومجهود ومش بيخليك تقف في زحمه طابور طويل عريض زي الانظمه التقليديه اللي انت بتدفع فيها فلوس وعلشان تستنى الباقي بتاعك. النظام ده في مصر هيتطبق قريب جدا واسمه عندنا منظومه النقل الذكي، ومش هيبقى مقتصر على الكارتة او البوابات الالكترونيه والدفع بس، لا ده هيبقى شامل كل المخالفات بكافه انواعها، وقريب جدا احنا هنشوفه في كل الطرق المصريه. اكتب لي رايك تحت في الكومنتات، ايه رايك في منظومه النقل الذكي او ايه رايك في سالك اللي موجود في الامارات؟ هل لو اتطبق عندنا بشكل صحيح هيبقى مفيد بالنسبه لنا ولا لا؟ هستنى رايك تحت في التعليقات. شكرا.